السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المواجهة. الآن حلقتنا بعنوان العدالة في السعودية بخير. الأمير تركي بن سعود مثلا. أعزائي، سمعنا جميعا أنه اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام بالأمير تركي بن سعود في المملكة العربية السعودية. الحادثة باختصار ممكن تلقوها على النت، لكن اللي استنتجته من عندها أنه الأمير قتل صديقه عن طريق الخطأ، لكن المحكمة أخذت المصلحة العامة ومصلحة البلد العامة، لأن الحادثة يعني فكرة الحادثة عموما أخذتها وقضت بإعدام الأمير تركي بن سعود، وتنفذ الحكم اليوم. وهذه ثاني مرة بالمملكة العربية السعودية ينفذ حكم الإعدام بحق أمير. أعزائي، أنا ضد حكم الإعدام عموما في أي مكان بالعالم، لكن الموضوع الآن يتعلق بالسعودية والعراق، لذلك حبيت أحكي عن الموضوع وحبيت أنطيكم صورة، لأن الكثير من من الموجودين بالدول العربية مو فقط بالعراق ينعتون السعودية بدولة العقل مثلا، دول الخليج العربي إنها دول إمارات وملكية متخلفة. فحبيت أطرح هذا الموضوع حتى الناس تشوفه وتشوف الفرق ويشوفون ليش أني مع حكم الملوك والأمراء بالخليج العربي، ليش أشوف هو هذا الحكم الأمثل لدولنا. بكل صراحة أعزائي، أكو بعض الملاحظات حاب أنطيكم إياها، ممكن الإعلام ما طرح لكم إياهن، عن الحادثة وليش أعتقد أنه العدالة بخير. أولا إخواني، الشرطة ألقت القبض على الأمير مثل ما تلقى القبض على أي إنسان عادي، يعني هو ألقوا القبض عليه وتحرر له محضر بالشرطة، وهذا يعني أنه الأمير أمام الشرطة وأمام القانون مثل أي شخص آخر، وهذا يعني العدالة، وينفي الإشاعات الكثيرة اللي تقول عن استهتار الأمراء بشكل صارخ في البلاد والعباد. النقطة الثانية، أنه القضاء ما تأثر بأنه أمير، وهذه عدالة، لأنه ممكن يجيهم أمر ملكي يوقف الموضوع كله. العائلة الملكية ممكن تأثر على أي قاضي، لكن ما تأثر القضاء. النقطة الثالثة، أهل القتيل ما قبلوا الدية، يعني ما قبلوا الصلح، وهذا يعني أنه أهل القتيل كانوا أحرار وما حد مارس عليهم ضغوط، وهذا يعني أنه الناس في هذه دول الخليج العربي يعامل الأمير معاملة الفقير، وأهل القتيل من حقهم يقبلون الدية أو يرفضوها حتى لو كان الشخص أمير. هذه عدالة. فيا أخواني، يا اللي تسمون دول الخليج العربي دول العقل، حاب أقول لكم شغلة وأتمنى تصير. يعني إيش وقت إحنا مثلا بالعراق، طبعا دولنا كلها بها أمثلة مثل العراق، لكن أنا حاب أحكي عن العراق. إيش وقت نقدر ننفذ العدالة بشخص تسبب في سقوط ثلث العراق، وإلى اليوم العراق جاي يعاني وأهلنا جاي تموت بالحروب بسببه. هذا الشخص نفسه هو اللي سبب بمقتل 1700 شخص بتكريت بحادثة سبايكر، دمر العراق تدمير كامل، وأقاربه مستهترين بالبلد استهتار كامل، وتوصل حوادث كثيرة عن سوء تصرف أقاربه بالمال العام وأمور كثيرة. شو وقت مثل هذا الشخص يتحاسب؟ شو وقت يتحاسب باقي السياسيين مثل ابن مسعود البرزاني، ابن الآخرين، عوائلهم وفسادها اليومية منتشر بكل العالم، عوائل السياسيين كلهم، كل سياسيين تقريبا اللي بالعراق عندهم فساد عائلي. حتى سفير العراق في بلغاريا ابنه قتل شخص، والحصانة الدبلوماسية حمت ابنه وابنه دا يهربوا للعراق. لهذه الدرجة عندنا الاستهتار بالمواطن العراقي، بل وحتى غير العراقي إذا تمكن السياسي العراقي أن يحصل على الحصانة. لذلك أقول لكم أنه العدالة في دول الخليج العربي بخير، والدول هذه أتمنى لها كل خير، وأتمنى أن نتعلم هواي أمور من عندهم. تحياتي.